يجب أن نقوم بالاستشفاء ونجهز للمباراة القادمة. والأمر الوحيد فقط ربما المقلق إذا ما سمحتم لي هو يجب أن نتمكن من إنهاء المباريات بترجمة الفرص إلى أهداف لنسهل على أنفسنا المباراة. أهلا بكم من جديد. شكرا لجواد وحسن. ركلات الحظ الترجيحية مشاهدينا تحسم الأمور وتبتسم لصالح المغرب، وهذا صاحب الضحكة كما يسمونه في المغرب، واحد من الأسود التي تزأر في المواعيد المهمة والكبيرة، وهو الحارس بونو. إذن بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي يعبر أسود الأطلس إلى الدور المقبل من ليلة حبست الأنفاس حتى آخر ركلة. مباراة الأعصاب، مباراة الصبر، ومباراة الشخصية. هولندا تقدمت، المغرب عاد، ثم امتد الترقب إلى شوطين إضافيين لم يغيرا النتيجة قبل أن يحضر ياسين بونو من جديد في الموعد الكبير. فرحة مستحقة للصيباري ولكل الجماهير المغربية، للجهاز الفني ولجماهير خصوصا في المغرب سهرت إلى ساعات الصباح في المغرب وفي كل مكان. سهر لم يذهب سدى لأن النهاية كانت مغربية والفرحة كانت على قدر الانتظار. أرحب من جديد بمحللي قنوات بين سبورتس. هارد لك أولا رود، ألف مبروك يوسف. رومان، كلمة بعد هذا التأهل الذي كما أشرت قبل قليل يذكرنا بسيناريو 2022 بقطر. أول شيء الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله. أظن فاز من يستحق الفوز يا أمين، فاز الأفضل، فاز الذي كان هو الأفضل في المباراة، فاز هو الفريق اللي خلق فرص أكثر وهدد أكثر وكان مستحوذ بشكل أكثر. هارد لك لرود، هارد لك لمنتخب هولندا. لكن اليوم منتخب المغرب قدم مباراة كبيرة وكان الطرف الأفضل طبعا. التغييرات كل اللاعبين أدوا اللي عليهم، قدموا مباراة كبيرة، المستوى البدني، المستوى الذهني، على مستوى التركيز. التقدم لمنتخب هولندا ثم الإصرار والعودة في النتيجة في الدقيقة 90 أعطتنا ثقة أكثر. دخلنا أشواط إضافية، خلقنا فرص، كانوا قريبين من التسجيل لكن لم ننجح في التسجيل. لكن كما قلت كرة القدم دائما تنصف المشاهد وتنصف الفريق الذي دائما قدم مباراة كبيرة. ومنتخب المغرب مبروك 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 للجماهير المغربية، مبروك للجميع، مبروك للاعبين والإطار لكل. دعونا نعود إلى هذا المنتخب الذي استحق الانتصار ونعيش معكم الأجواء. فرحة مستحقة لعناصر المنتخب المغربي، وكذلك حسرة على محيا لاعبي هولندا. كليفرت واحد من البدلاء الذين دخلوا ولم يقدموا ما كان منتظرا. فرحة مستحقة لعناصر المنتخب المغربي. الفرق رومان انه في المباراة التي ذكرناها امام اسبانيا المنتخب المغربي كان يعيش ضغطا. سأعود اليك، سنذهب مرة اخرى الى هذه الأجواء الجميلة ورئيس الاتحاد المغربي رفقة اللاعبين. نكمل حديثنا. قلت إنه الفرق بين ذاك التأهل في قطر وهذا التأهل إنه المنتخب المغربي كان يعيش وقتها ضغطا أمام إسبانيا وكان ينتظر ركلات الحظ الترجيحية. اليوم المنتخب المغربي أمام هولندا كان مستحوذا مسيطرا، كان قريبا للتسجيل سواء في المباراة أو في الشوطين الإضافيين. هل تتفق إنه هذه المجموعة، هذه الهوية التي يلعب بها هذا المنتخب هجومية أكثر من ما عشته في قطر؟ نعم، هما أسلوبان مختلفان جدا في اللعب. نحن كنا فريقا منظما للغاية، ولكن عند الاستحواذ عندما تكون جيدا وتتمكن من صنع الفرص كذلك هذا إيجابي. بصفة عامة نحن لم نستحوذ على الكرة مثل خصومنا في جيلنا وفي تلك النسخة من كأس العالم. عندما تواجه منتخبات مثل إسبانيا معروفة بالاستحواذ وبالسيطرة، وكما قلنا كذلك قبل انطلاق المباراة حتى أنا كنت متأكدا بأن الفريق لن يغير هويته أمام هذا الخصم وسوف يفرض أسلوب لاعبيه بالاستحواذ. واليوم هذا ترشح سأعود إليك عفوا.
أجواء مميزة مشاهدينا في صور الفرحة لعناصر المنتخب المغربي بعد هذا التأهل وهذا العبور إلى دور 16. إذا مشاهدينا المنتخب المغربي يعبر إلى دور 16 لمواجهة كندا بعد إقصائه لهولندا، واستمعنا إلى اللاعبين. مبروك علينا هذه البداية. مازال يا رومان، تفضل. نعم، الأغنية الخاصة بالتأكيد منذ النسخة الماضية من كأس العالم. أنا سعيد جدا، من الجميل جدا أن نفوز بهذه المباراة. كانوا يستحقون ذلك فعلا، لأنه قد أكون قاسيا مع منتخب هولندا قليلا، لكن هناك فريق فقط لعب كرة القدم اليوم أو حاول أن يلعب كرة القدم، وهو منتخب المغرب. لذلك يجازى الفريق بهذه النتيجة وهذا الترشح، لأنهم حاولوا أن يصنعوا اللعب وصنعوا الفرص كذلك، رغم أنهم أضاعوا الفرص لكن واصلوا وحاولوا وثابروا، وفي النهاية ضربات الجزاء. كنا محظوظين ونحن محظوظون بتواجد ياسين بونو في حياتنا كمغاربة ما شاء الله، وهذا يسهل المأمورية فعلا. لديه خاصيات فريدة من نوعها في ضربات الجزاء فعلا، رغم أننا لم نساعده كثيرا بإضاعة بضعة ضربات، ولكن على كل حال حتى عندما تكون متوسط أو حتى سيء في التسديد بونو موجود لكي يقوم بالعمل والمهمة. بصفة عامة هذا فوز مستحق، ترشح مستحق. الآن يجب أن نقوم بالاستشفاء، لأن هذه المباراة كانت مرهقة ومرهقة جدا في الحقيقة على الصعيد الجسدي والذهني كذلك. 120 دقيقة، 38 درجة. يجب أن نقوم بالاستشفاء ونجهز للمباراة القادمة. والأمر الوحيد فقط ربما المقلق إذا ما سمحتم لي هو يجب أن نتمكن من إنهاء المباريات بترجمة الفرص إلى أهداف لنسهل على أنفسنا المباراة ونكون أكثر. سنعود إلى هذه التفاصيل مشاهدينا، لكن بعد فاصل قصير. تفضلوا بالبقاء معنا.